وأدخلتي السعادة على البيت كله، مش على دانا بس وأنا بصراحة. في حاجات كتيرة اتغيرت، حاجات جميلة بينت الحاجات الحلوة اللي جوه اللي كانت مش باينة. بقت مش كده، بقت لا يعني ممكن تاخد وتدي معانا في الكلام. قلت اكيد ده من الكورس اكيد. لما كنت اخش الاقيها مندمجه وكده كنت ببقى فرحانه بصراحه جدا. طبعا التغيير بين البدايه واليوم تغيير كبير جدا في الشخصيه. بسنت اخواتها او ولدين تحت منها، فدايما لما يدخلوا هم معاكي نفسهم على فكره معقوله احنا ليه؟ طب واحنا ليه ما لناش كورس مع استاذ حبايبي؟ الحمد لله ربنا يجعلكم سبب اللي تتحجب يعني، وفرحانه ومبسوطه وبتتكلم، يعني بتتكلم غير قبل كده، ده فارق معانا كتير. أولا أنت قائدة جميلة قوي ورحيمة جدا، وبصراحة القلب يحبك كده هوت يعني، وأدخلتي السعادة على البيت كله، مش على دانا بس وأنا بصراحة. الله يسعدك، فيعني شكرا ليكي، ده مقدما يعني. الله يبارك فيك يا رب، ويبارك لك يا رب في أولادك يا رب. كل البنات اللي انت يعني بصراحة ساعدتيهم انهم يتخطوا اي حاجة كده يعني في حياتهم، فشكرا يعني شكرا. انت يعني بتعملي جيل جميل وجديد من فتيات كده مسلمات ان شاء الله كده، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. لا بصراحة ربنا يكرمك على المجهود الفظيع ده. في حاجات كتيرة اتغيرت، حاجات جميلة بينت الحاجات الحلوة اللي جوه اللي كانت مش باينة، ابتدت تعرف تتعامل. فيبقى في 3 بقى، احنا مستنيين 3، احنا معاكي لحد لما نوصل للشط. حبيبي لحد لما الدنيا كلها الصورة كلها تبقى كاملة متكاملة. الله عليكي، تسلمي. لان هم فعلا محتاجين الصحبة الوعي، مداركهم تكبر ويعرفوا يواجهوا الدنيا ازاي ويتعاملوا ازاي في كل المواقف. فلما بيسمعوا آراء اللي حواليهم والبنات كل واحدة بتاخد فكرة من اللي معاها حتى لو ما ظهرت. طبعا انا بشكر حبيبي جامد. نور شخصيتها اتغيرت، يعني كانت مثلا ممكن تتعصب بسرعة، تزعل وشها يقفل، بقت دلوقتي لا يعني ساعات بحس ان هي هتبتدي تقفل كده، بعد كده تفكر بص هي رجعت تاني. بقت مش كده، بقت لا يعني ممكن تاخد وتدي معانا في الكلام. قلت اكيد ده من الكورس اكيد. فحضرتك ظبطتيها لنا شويه. بقول لحضرتك يعني جزاكم الله خير على اللي قدمتيه كله، والله كنت بحس ان مريم في وسط رفقه صالحه في ايد امينه. كنت بحس دايما ان ما بدخل كده والاقيها مندمجه، مريم اصلا يعني قليله الكلام جدا وبتسحب منها الكلام كده بالعكس يعني. لما كنت اخش الاقيها مندمجه وكده كنت ببقى فرحانه بصراحه جدا. لما كانت بتقعد بقى تشرح لي بعد المحاضره بتاعتكم او تحكي لي على بعض المواقف والحاجات، حقيقي كنت بحس بسعادتها وقد ايه ان ده اثر شخصيتها، وكمان خلاها اصلا بقت يعني ايه يعني تتكلم. هي مريم ما شاء الله عليها لما تسكت لما تتكلم دايما بتفكر بره الصندوق، وفي نفس الوقت كلامها جميل ممتع يعني. فكانت تقول اسلوبها كده والتحيه ده كان بيسعدني. حسيت ان انت بتكملي الحته اللي انا كنت يعني عايزاها فعلا فضلت تمشي فيها يعني. فجزاكم الله خير على تعبك وان شاء الله يعني مزيد من القصص الجميله الممتعه دي، ولسه عندي بنوته ثانيه بقى ان شاء الله برضه ربنا يكرم. في البدايه طبعا حبيت اشكرك على المجهود اللي بذلتيه مع البنات من اول ما بداوا معاكي. طبعا التغيير بين البدايه واليوم تغيير كبير جدا في الشخصيه. فيعني الحمد لله اولا والشكر ليكي ثانيا. ونتمنى ان يكون في جزء ثالث اضم صوت لصوت الامهات، بحيث ان احنا نوصل بيهم لبر الامان، لان احنا في معركة رهيبة. وانا بقول لك الكلام ده كمان مش عشان بنتي لوحدها، طبعا زي ما قلت لك او زي ما انت عارفه فان انا بدرس المرحله الاعداديه حقيقي. يعني مع كل مره بدخل فيها الصف بيطلع من البنات حاجات الواحد بيقلق زياده. فاتمنى ان يكون في جزء ثالث ان شاء الله يكمل مع البنات تثبيت الحاجات اللي تم غرسها فيهم في الفترات السابقه. محتاجين حد يقويهم، محتاجين حد يثبتهم. طبعا احب اشكرك طبعا يا استاذه دعاء على الكورس وعلى كل الحاجات الجميله اللي انت قدمتيها للبنات، يعني ربنا ينفع فعلا. برضو بسنت كان في البدايه غير، يمكن بتحاول بتحاول وبترجع، بس ان شاء الله يعني الغرس اللي احنا بنغرسه في يوم من الايام. يعني انا بسنت اخواتها او ولدين تحت منها،
فدايما لما يدخلوا هم معاكي نفسهم على فكره معقولة؟ احنا ليه؟ طب واحنا ليه ما لناش كورس مع استاذ حبايبي. دعاء؟ يا حبايبي دعاء تسمعوكي ما شاء الله وانت بتضحكي كده ويعني فاهماني، فهم عاوزين الكلام ده. اولا انا حابه اشكر حضرتك على مجهودك من الكورس الاولاني. طبعا هو واضح في حاجات كتير في خديجه يعني. تاني حاجه طبعا دي اللي ملموسه، الحجاب، ربنا يبارك لحضرتك والاستاذه هبه ونسيبه طبعا، ربنا يبارك لها ويجعل دعايا ليكم في ميزان حسناتكم ان شاء الله كله. الحمد لله الحمد لله ربنا جعلكم سبب اللي تتحجب يعني، وفرحانه ومبسوطه وبتتكلم يعني بتتكلم غير قبل كده، ده فارق معانا كتير. طبعا كانت مفاجاه ليا، جات لي قالت لي يا ماما انا هتحجب خلاص يعني، انا المره الجايه هنزل بتحجب. ربنا يبارك لكم يا رب. الله يبارك. ومستنيين الكورس باذن الله الجزء الثالث. اختها هي نفسها هي كمان تحضر مع حضرتك. حبيبة قلبي يا صغنونة. يعني هي بصي حضرتك قاعده فوق راسي مع حضرتك ان شاء الله، وربنا يا رب يجازيك كل خير بجد. الله يبارك. ويعني انا بشكر ربنا على فكره الكورس صراحه. وبشكر كل ام حضرت معانا النهارده، شرف ليا وفضل، انتوا اصحاب فضل ان التدريب ده ينجح، لان انتوا ساعدتوني ووثقتوا فيا، فيا رب دايما يجعلني عند حسن ظنكم وربنا يستخدمنا. جزاك الله خير، والله لك جزاك الله خير على كل حاجه حلوه قمتي بيها معانا ومعاهم، وربنا يجعله في ميزان حسناتك. وكمان الفكره بتاعت تجميعنا دي كانت جميله، كل الامهات اللي معاكي حلوين. الصراحة يا ميسي يعني الكورس أولا يعني هو جميل جدا، تمام، اداني بجد حاجة حلوة قوي، في معلومات ما كانتش عندي استفدتها وعرفتها وكده، وعلى قد ما أقدر بحاول ألتزم بالكلام اللي حضرتك بتقوليه، وأحاول أظبط من نفسي وأغير طريقة تفكيري، فبجد جزاك الله كل خير. انا طبعا عايزه الجزء الثالث وده لازم يحصل يعني. اتعودت ان انا اقعد اتكلم مع البنات وكده، هي ما اساسا فعلا انا مع كلام مريم جدا، البنات كده فرفوشين مش زي اللي هو بقى كبرت بقى ومش هلعب مش هتكلم مش هضحك وكده، لا بالعكس كده تماما. نفسي ان احنا نتقابل. يا ريت يا ريت. يا اهلا وسهلا، لو ما شالتكمش الارض اشيلكم فوق دماغي يا روح قلبي. والله نفسي احضنكم. اتبسطت بصراحة أخيرا بلغي مع حد، كل ده بقى حاطة نفسي سنة بحالها، أخيرا هطلع. كان على قلبي كتير قوي. شكرا على تعبك معانا ومجهودك بجد. احنا فعلا يعني اتعلمنا من حضرتك حاجات كتير، تعبتي معانا كتير جدا وتحسي افتحوا الكاميرات وافتحوا بس بجد انا من اول كورس انا حبيتك جدا وحبيت طريقة كلامك معانا. شكرا الاول على كل حاجة، مش كل النصايح اللي انت قلتها لنا كانت مفيدة، بفضلك ان التعامل الاجتماعي معايا بقى احسن، برضه بقول زي كل البنات انه عايزين جزء تالت. انا حبيت حضرتك قوي، واحب ان يعني لو بناخد حاجه ما بحبش الشخص اللي قدامي او كده بيبقى في كل حاجه يعني بيبقى بيتكلم في كل حاجه وباصص، يعني حضرتك بتهزري معانا بتكلمينا عادي، في نفس الوقت بتدينا حاجات برضو بتعلمنا. جزاك الله خير على كل اللي عملتيه. برضو كنت هقول برضو زي ما قالت جنة ان في حاجه ان حضرتك بتعاملينا مش زي معلمه وطالبه، لا بتعاملينا كانك عادي كاننا اصحاب كده عادي، واستفدت جدا من الكورس وجزاك الله خيرا. اول حاجه انا بحب حضرتك جدا. انا لما بكون حد بيسالني ايه احسن تيتشر عندك او ايه احسن مس، مش بشوف هي بتشرح ازاي او حبي للماده، انا بشوف التيتشر دي ازاي بتتعامل معانا، الكاركتر بتاعتها ايه. وصراحه انا حبيت حضرتك جدا اللي حضرتك بتتعاملي معانا زي صاحبتنا، يعني حضرتك مش بتتعاملي معانا يعني استاذه وطالبه، عشان كده حبيت حضرتك. كمان استفدت جدا من حضرتك كتير لانه غير كتير في شخصيتي. انا شخصيتي قبل كده ما كانتش يعني زي دلوقتي، انا برضو زيهم كلهم عاوزه يكون في جزء تاني. انا استفدت من التدريب جدا، من الجزء الاول والجزء الثاني عرفت نفسي اكتر وتعلمت حاجات كتير، والبنات التدريب قمر وشجعيني، يعني لما بدخل في التدريب ببقى مبسوطه. حتى انا النهارده داخله وانا تعبانه جدا راجعه من المدرسه متضايقه جدا، بس دخلت ضحكت وفرفشت، والصراحه يعني انه بحبكم جدا. التدريب بجد انا مبسوطه منه جدا، وبجد مستنيه كمان الجزء الثالث. انتوا اللي ربنا يجازيكم
جزيكم كل خير عني حقيقي. انا فخوره بيكم وفخوره ان انتوا ولادي، وانا يشرفني ان انتوا تكونوا ولادي والله. مش عايزه اقول لكم انا يعني سعيده ازاي بكل حرف قلتوه. مسؤوليه كبيره قوي قوي عليا، فربنا يقدرني على المسؤوليه دي. استودعكم الله الذي لا تضيع حضرتك هتوحشينا والله بقى لو سمحت حضن حضرتك هتوحشينا وحضرتك حبايبي والله بجد هتوحشينا وحضرتك اكتر. ربنا يوفقك وييسر لك امورك كلها ان شاء الله. امين.